نحطوا فيها الرحال اليوم في الفقرة هذية، باش نحطوا الرحال في قبلي مع ضيف في العادة تسمعوه معنا ديما هكا في الماتينال، وفي خاصة في الماتينال كمنسق جهوي بين الجهات، سلاسة في الحديث، معرفة كبيرة، عنده كاريزما خاصة، و معناتها في المجتمع المدني تلقاه، في الشعر تلقاه، في التظاهرات تلقاه، رغم كل شيء يكون ديما حاضر معنا ومعاه برشا مساجات، برشا قوة وبرشا حب. عاطف منصور اللي هو احنا توا باش نستقبلوه برشا 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 حب. اهلا وسهلا، مرحبا يا عاطف، اهلا بيك. مساء المحبة، مساء الخيرات، مساء الأمل، مساء التفاؤل، مساء الناس الطيبة، ومساء التعاون والتضامن، ومساء الجمال. إن شاء الله ديما أيامنا خضراء وأيامنا مزهرة، إن شاء الله يا ربي. في العادة ديما هكا تكونوا معنا ضيف ونحكوا على الجمعية، ونحكوا على المشاكل بتاع الجمعية ولا التظاهرات وإلا كل الإضافات الجميلة اللي قاعد تشارك فيها. اليوم باش نحكوا على عاطف منصور الإنسان. خلينا نعرفوا عليه أكثر تفاصيل. وقت نقولوا عاطف منصور بعيد على المداخلات والمصافحات، نحكوا على عاطف منصور الإنسان، الجانب الشخصي والإنساني. هو طبعا شوية بعيد على الناس. تعرف عاطف منصور دائما معناها مرتبط بأي إيفنمون، مرتبط دائما في الأخبار بالأنشطة، لكن عاطف الإنسان هو شاب في الثلاثينات من مدينة دوز. خلينا نقول مثل أقدار باش يكون معنا منفتح على الجانب الاجتماعي واللساني وتتنوع بعد التجارب. عاطف منصور طبعا هو شاب معناها يعني في 18 19 سنة من عمره يجد نفسه معناها عنده هذا الشغل مفاقد إلى من فميك. يعني سبحان الله ورب ذرة النافع. أو دائما خلينا نقولها كلمة أن المحنة تتحول إلى منحة، وهي منحة إلهية من خلال الإجراءات الأولية، وكل عندها علاقة بحث الشغل، عندها علاقة بالأمور الطبية وغيرها وكذا. من ثم إلى من فميك كل مرة يتعرف على شخص من فميك يحاول يبحث عن نفسه، وهذا أهم شيء نقطة نقولها ديما. الإنسان في مراحل الضياع، مراحل الفراغ، مراحل الشك، وما زال مش ما عندهش ثوابت وقيم ومبادئ معناها يرسم عليها طريقة، يحاول يبحث عن نفسه معناها ويجد نفسه. في تلك هذه المرحلة 3-4 سنوات وجدت طريقي، وجدت نفسي، وبديت أرسم في رسم طريقي. ما ندريش على روحي معناها وين بديت وكيفاش باش نكمل، لكن التجربة تليها تجربة. حتى هو عاطف منصور نتاج تكوين عصامي، نتاج تجارب معناها جمعيتية ومجتمعية متنوعة، نتاج محبة وتعاون وانفتاح على الناس، واللي منهم كان الحب وكان التعاون. وانا ديما نقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. امين. حبيت نسالك عاطف، معناها باش نرجع بيك شويه، ولو انه حتى اللي باش نرجع لك بيه معناتها نرجع عليه ينجم يكون مؤلم شويه، لكن اكيد انا من خلال المصافحه هذه حبينا ديما نعدوا الميساج اللي فيه برشا قوه للناس اللي يمكن تتعرض لحادث شغل والا تتعرض لمحنه معناتها تحبس في البلاصة هذيك، ولا تقول أنا سيء معناها حياتي كملت، حياتي وفت، شنو باش نعمل بالضبط؟ كيفاش نجم تتجاوز المحنة هذيك؟ كيفاش ريتها؟ كيفاش حولت المحنة هذيك إلى منحة؟ كيفاش؟ خلينا نعدوا الميساج للناس اللي تسمع فينا توا يمكن تعرضوا نفس ما هي بدت من استقبال القدر، من استقبال القدر والوضع في مرحلة، في لحظة، وأنا في وسط الحادث معناها يعني في هذا الشغل اشتغلت فترة قصيرة. معناها يعني شاب صغير أول شهر في حياته يشتغل، معناها شاب منقطع الدراسة وقام بتكوين وكذا. يعني ما عندناش مؤهلات علمية ولا ثقافة عامة ولا تجربة حياتية. ما زال في العمر 18 سنة. أول شهر و5 أيام يشتغل في أشغال عامة مع قطاع خاص كذا، يجد نفسه معناها فاقد إيده. بداية من استقبال القدر، من استقبال الواقع، أنه هو هذا واقع وأصبح جزء منك.
يعني إياك أن اللي يرد بالك أنك أنت تبقى تأنف في نفسك أو أنك تعتقد نهاية العالم. من اللحظة ذيك بدأت كل مرة نحاول نستقبل نظرة المجتمع، ونستقبل الصعوبات بأن هي ماهيش نهاية العالم، أن هي اعتبر نفسك أن هذا جزء منك، وأنك أنت عشت حتى قبل هذا بالطريقة هذه. وأن اللي ما يجيش طريقة في جوانب، في مجالات وجوانب تستحق معناها مجهود بدني، أو تستحق معناها اكتمال أعضاء والحاجة، راهو في مجالات أخرى حاولت من خلالها طبعا التجربة الإدارية في حالة الشغل كالصراع نتاع إجراءات التعويض عن الأضرار المهنية وكذا مع الصناديق ومع الحاكم ومع غيرها، الإجراءات هذيك نتاع هذا الشغل، واللي هي اكتسبت، هو هذيك أول درس، أن اكتسبت خبرة في قوانين الشغل، وفي التعويض عن الأضرار المهنية، وفي القطاع الصحي وغيره كذا. وبديت تسافر كل ما نكتشف حاجة جديدة، وهذا أعطاني أنني المبدأ اللي أنا ممكن اللي هو طورني، أني بيني وبين نفسي معناها اللي قلت أنا بطبيعتي أعمل حادث وبطال، ويا إما نكون تحت الحيط وبيني وبين نفسي نقول مدار القهوة ونقول أني إنسان فاقد الأمل وجيني وإلا نحول ذلك الفراغ إلى نعبيه بتجارب، نحاول ننفتح. وهذا اللي نحب نقوله للشباب، أن في البداية الإنسان ينوع تجاربه، ينفتح، يحاول يبحث عن نفسه، لأنه هو الإشكال متاعه راهو الصراع الحقيقي للإنسان، وهذه بعد تجربة معناها لا بأس بها متواضعة. الصراع الحقيقي هو مع النفس. الإنسان دائما يبدأ مش عارف روح ايش يعمل، مش متمكن، ومهوش مقتنع، أو مهوش مثبت أنه اللي يقوم به أو الطريق هذا أو اللي هو معناها نجاح أو لا. الإنسان لأنه يقوم بتجارب متنوعة، فما اللي يليق به، فما اللي ما يليقش به، فما اللي يناسبه، فما يناسبش. الإنسان في البدايات ينوع تجاربه، وهذا اللي صار بعد الإجراءات مع الحاكم ومع الصناديق ومع غيره وكذا. كسبت تجربة إدارية، من ثم بقيت كل مرة نفتح، دخلت تجربة جمعياتية مع أول في مجال الدول مجال الإعاقة. مجرد إنسان يحضر معناها يجرب أحضر واحد، يخليه يعرف حاجة جديدة، ماهوش مقتنع بها، يحب الحقيقة. وقتها في البداية اللي تقول فيه الناس الكل هي يعني باش نجي التجربة، هل باش تشغلني، باش تعطيني فلوس؟ المنظور هذا المادي هو حاولت أني قلت وأنا خسرت، قوم بتجربة ولعل. ومن فميك يعني بدأت التجارب التكوينية تنمي في قدراتي، لأن قبل ما كنتش نعرف نحكي البرامج والفرص هذه نمت لي مهاراتي ومؤهلاتي الذاتية، مستوى التواصل، في مستوى المناصرة، التخطيط الاستراتيجي، الديناميك دي جروب، التأثير الفضاء العام وغيرها من العناوين هذه نعرفوها في المجتمع المدني هني، اللي هي ومن خلال المستوى أنه هو تجارب متنوعة من مختلف الولايات ومختلف الدول تجتمع فيها، وتصبح بعدها من المستوى المعلوماتي ومستوى تجارب ميدانية، من ثم محاولة المستوى اللي تدريجيا تصبح أنت حامل لقضية أنك ناصر. وفما كلمة مهمة جدا قاله لي أحد المدربين المهمين اللي كونوني، أنه هو أنا ما نعطيكش فلوس، أما أنا أعطيك حاجة تخليك قادر أنك أنت تدافع على حقك وحق غيرك. يعني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. هذه التجربة هذه حتى من بعد معناها توا عاطف من خلال الجمعية ديما تكون حاضر مع الناس اللي عندهم يمكن نفس معنا برشا إعاقات وإلا برشا حواجز ولا برشا تحديات. كيفاش أنت تحاول، كيفاش تتعايش معهم، كيفاش تتصرف معهم، كيفاش تحب توصل لهم إنه معناها الإعاقة بعمرها ما تنجم تكون عائق قدام إنك أنت توصل لحلمك وتكمل حلمتك. كيفاش توصلها لهم المعلومة، خاصة وتعاملك يكون مع صغار أكثر؟ أول حاجة لازم هو يشوف هذا فيك. أول حاجة لازم هذا يشوف هذا فيك، يعني إن تكون أنت عون مفتح، أنت عون لغيرك، يشوفك أنك أنت تمتلك، أنك أنت المحيط والفضاء والمجتمع والهياكل المؤسسات كلها منفتحة عليك، وكلها تتفاعل معك وتتفاعل معها، أنك أنت أهم صفة هذه. حتى مش كان ذوي إعاقة، مش كان ذوي إعاقة، حتى المختصين والطلبة والشباب والناس اللي هي
يعني عندها افكار او عندها برامج، او في مرحله الاكاديميه او بحث شغل او تحب تعمل نشاط، او تحب عندها اشكال اداري. دي اهم حاجه، ان هو الناس ان هي تلجا ليك، هذا تكون مثال معناها يحتذى به. صحيح. تطلب منك حاجه تلقاك انت ملبي، تلقى عندك انت موجود عندك الحل، موجود عندك السند، وتولي هنا تلعب في دور استشاري، انك انت تحاول انك انت في تزيل الضبابيه، تحاول انك تفتح. شكرا ليك عاطف منصور، شكرا على كل هذه النصائح، يعطيك الصحة. وهذا هو اللي حاجنا به، نمدوا برشا طاقة إيجابية لكل الناس اللي تسمع فينا توا. وديما نقولوا إنه الإعاقة بعمرها ما كانت معناها عائق باش أنت تكمل وتوصل لحلمتك. وكل محنة كيف ما قلت أنا باش نستعيرها من عندك، كل محنة تنجم تردها كإنسان هي منحة. شكرا ليك عاطف منصور. إذاعة قفصة، إذاعتكم.